السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخي، مطبخ رشا كويزين. جبت لكم اليوم وصفة لي سوفلي المقليين، يجيو خفاف وما تندموش كي تجربوهم. تفضلوا تشوفوا معي المقادير وطريقة التحضير. نحكموا ريسيبيون، نحطوا فيه زوز كيسان تاع 250 مليلتر فارينة مع نصف ملعقة خميرة الخبز وملعقة سكر وشوية ملح. خلطوهم مليح مليح، وملعقة تاع توم بودرة باش تعطيها نكهة مليحة، وزوز ملاعق زيت الزيتون. اللي يحب يدير زيت المائدة نورمال كيما تحب. نحكمو نخلطوهم مليح مليح حتى يتجانس الخليط، ومن بعد نبلوهم بالماء. كي نبلوهم نغطيهم ونخليهم يرتاحوا مدة نصف ساعة. كنا قد طيبنا ديجا الحشو اختياري، اللي يحب يدير اللحم مرحيه، يحب يدير بولي اشي، ولا يحب يدير شكشوكه كيما تحبوا. هذه العجينه نقسموها على 6 بولات. نبداو نطرحوا فيها، نحطوا شويه فارينه ونطرحوها. السمك تاعها ما يجي خشين ما يجي رقيق، مليحه برك. ومن بعد نوليو نحطوا لافارس اللي كنا ديجا طيبناها، نحطوها على شكل مثلث. هي تجي في الشكل تاعها مثلثي، ونحطوا لها الفرماج. وبعد الاطراف تاعها ندهنوهم بالفرشاه بالماء باش يحكموا لنا مليح، ونبداو نشكلوا فيها. جينا على شكل مثلث، نحكموا الاطراف مليح مليح، نتكاو عليهم باش ما تتحناش كي نقليوهم. ها كيما قاعدين تشاهدوا فيها، شكلوهم كاملين كيما هكيك. ومن بعد نحكموا زوز بيضات، نخبطوهم مليح مليح، نحطوهم ونحكموا بينسو، ونبداو ندهنوها كامله من جميع الاطراف. كي نديروا لها البيض نولي نديروا لها لا شابلور. جربوها، وصفه سهله وبنينه واقتصاديه. ها وبعد نقليوهم يجيو هايلين. عاباك كي ديرهم ما تشبعش منهم، تقول ديما نعاودهم. ما تنساوش تشابوني باش يوصلكم كل جديد، وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.